معانا النهارده اكتر دايت سريع وصحي، حرفيا مش سريع بس، سريع وصحي. ما تنسيش تنزلي تعملي لايك وسبسكرايب حالا، لان انا متاكده انك هتستفادي 100% لو انت بتدوري على انك تخسي بسرعه وبدايت صحي ما يأذيكيش. يلا بينا. هاي، دايت لمده 30 يوم، بس هو مش مجرد دايت عشان نخس، هو هيخسسنا بمعدل اسرع من الطبيعي بتاعنا شويه، ولكن هو مش مجرد دايت عشان نخس فقط. حاجه كده احنا بننظف بيها جسمنا وبنعالج بيها لخبطه الهرمونات اللي احنا سببناها في جسمنا بسبب الدايت اللي غلط، اللي مش صح اللي بنعمله، او اللخبطه زياده عن اللزوم. فهم 30 يوم، مش بس 30 يوم تخسيس، هم 30 يوم تظبيط لمودك، تظبيط لهرموناتك، وتظبيط لشكل جسمك. ومن اهم مزايا الدايت ده ان هو حرفيا بيشتغل على الدهون اللي ما كنتيش متعوده انها بتنزل بسرعه لما بتعملي دايت. يعني لو انت متعوده انك بتعملي دايت بس بطنك ما بتنزلش اثناء الدايت، حتى لو انت عاملاه او حتى لو انت منتظمه يعني في الدايت وملتزمه وكده، الدايت ده بقى هينزل لك بطنك. لو انت متعوده ان انت رجلك ما بتخسش مثلا، او انت عندك منطقه فيها اماكن عنيده، زي مثلا دهون الظهر، زي دهون الافخاذ، فالدايت ده بيشتغل على النقطه دي. احنا معانا النهارده دايت اسمه الاو ماد او الوان ميل اداي. هو معناه الحرفي كده وجبه واحده في اليوم، بس احنا مش هنعمله زي ما بيقول الكتاب، احنا هنعمله بطريقه تانية، بطريقتي. هيبقى معانا البطل الفظيع للدايت بتاعنا هو العصير الاخضر. ولا عندكم فيديوهات كتير قوي عنه، انا دايما بتكلم عن العصير الاخضر، بس هو البطل معانا في الشهر ده، واحنا لازم ناخدوه بكذا نوع وبكذا طريقه عشان ما نزهقش منه، لان هو حرفيا احنا معتمدين عليه اعتماد كلي تام جدا. فيلا بينا اقول لكم ايه اللي هيحصل بقى في الشهر ده. على فكره انا معاكم في الشهر ده في دايت الاوماد او دايت الوان ميل اداي، وهصور لكم فيديو باذن الله ينزل كمان شهر بالظبط. هصور لكم فيديو تفاصيل الشهر ماشيه ازاي، كل وجبه كلتها، كل مشروب شربته، كل تمرين اتمرنته. خلوني اشرح لكم بقى يعني ايه اصلا دايت الوان ميل اداي او دايت الاوماد. دايت الاوماد ده نوع من انواع الصيام المتقطع. الصيام المتقطع احنا بنبقى عارفين ان احنا مقللين الوقت اللي احنا بناكل فيه، يعني زي لو احنا بناكل ال 12 ساعه، فلا احنا ناكل 8 ساعات بس وهنصوم الباقي. في الدايت الاوماد هو بيقول لك ان احنا مش هتتحسب كده، حضرتك هتاكل وجبه واحده بس في اليوم. طيب انا هعمل دايت اوماد وفي نفس الوقت هحدد لنفسي وقت اكل فيه. احنا هنحدد لنفسينا ساعتين، الساعتين دول احنا هناكل وجبه كامله فيهم، وهنشرب 2 مشروب اخضر، وباقي اليوم احنا صايمين. هل صايمين معناها بقنا ما بيتفتحش خالص في اي حاجه؟ لا، في حاجات معينه مسموح ان احنا ناخدها اثناء الصيام، ودي لسته كبيره كده هسيبها لكم تحت في الديسكربشن، الحاجات اللي ينفع تشربوها اثناء الصيام. هنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي هناكلها واحنا في الساعتين بتوعنا. احنا قلنا عندنا 2 مشروب اخضر، والاتنين هيكونوا بطرق مختلفة وبمكونات مختلفة، ووجبة كاملة. الوجبة دي هتكون لو كارب. لو كارب مش معنى كده ان انا همنع الكارب خالص، او انا مش هاكل رز خالص، مش هاكل مكرونه، لا، هناكل بس لو كارب يعني بكميه منخفضه. الاساسي في الوجبه دي حاجتين: الدهون الصحيه جدا المفروض، والبروتين، معاهم حبه صغننين كربوهيدرات. خلينا نتكلم في نقطه مهمه قبل ما انسى وادخل في النظام اللي هنمشي عليه، فكره التمرين. علشان اغلب مدربين الجيم، وانا واحده من مدربين الجيم اللي كنت زمان بقول كده ان الصيام هيوقع علينا عضلات، والصيام هيخليكي ما تحافظيش على الكتله العضليه، هيخليكي تخسي بترهلات لان احنا مش بناكل اكل كافي. انا كنت بقول الكلام ده زمان، واسمحوا لي اختلف مع نفسي دلوقتي. فبعد ما ابحاث كتير جدا اتعملت وكباتن كبار جدا 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 عالميين ماشيين بنظام صيام متقطع عشان يحافظوا على الكتله العضليه بتاعتهم، وعشان يعملوا حاجه اسمها اوتوفاجي لجسمهم. يعني ايه اوتوفاجي؟ يعني الجسم ينظف نفسه بنفسه من السموم والخلايا اللي ملهاش لازمه والخلايا البايظه. طيب، هل الصيام بيحافظ لنا على الكتله العضليه؟ الصيام هيحافظ لك على الكتله العضليه. هل هتخسي وجسمك هيبقى مشدود؟ هتخسي وجسمك هيبقى مشدود عادي جدا في حاله اتمرنتي تمارين مقاومه. بس هي الفكره اتمرن امتى. خلينا بقى دلوقتي نشرح الموضوع واحده واحده. الاكل الاول، بعد كده هقول لكم نتمرن ايه وازاي وامتى. اول حاجه الاكل، احنا هيبقى معانا ساعتين، سي مثلا الساعتين دول من الساعه 6 للساعه 8. اهم شرط في الساعتين دول ان هما ما يكونوش قبل ما انام دايركت. يعني ما يكونوش مثلا انا هدخل انام الساعه 9 فانا ما اخدش الوجبه بتاعتي
في الساعتين اللي هما من الساعه 7 للساعه 9 دول، لا هخليهم مثلا من 5 ل7، 6 ل8. حتى لو اكلتي اكل ضمن الكالوريز بتاعتك وكلتيه ونمتي، فده هيأثر على محيط البطن، هيزود لك محيط البطن او بطنك مش هتخس بسهوله. فاحنا شرط اساسي في الوجبه بتاعتنا اللي هناكلها تكون قبل ما ننام بساعتين على الاقل. يعني حاول يكون الساعتين اللي هناكل ونشرب فيهم يكونوا في نص اليوم مش في اخر اليوم. طيب هيمشوا ازاي؟ اول ما نبدا الساعتين، هنبدا الساعتين بالمشروب الاخضر بتاعنا. مش لازم يبقى شوب كبير جدا زي ما بعمله لكم دايما في الفيديوهات، لا ممكن يكون كوبايه صغننه عشان ما املاش بطني واقدر اكل الوجبه بتاعتي. بعد المشروب ده بنص ساعه اقدر اخد الوجبه بتاعتي، واللي هتكون هاي بروتين هاي فات لو كارب. مثال مثلا وجبه زي صدور الفراخ بالافوكادو بواحد توست مثلا، او ممكن نشيل التوست ونحط البطاطس، ممكن نشيل البطاطس ونحط مثلا 5 معالق رز، 10 معالق رز، ممكن نشيل الرز ونحط مكانه تشكيلة خضار كبيرة. وده انا بفضله علشان الشبع. من اهم مصادر النشويات اللي هنعتمد عليها في الدايت ده هي البطاطس، قولا واحدا البطاطس. البطاطس فور ايفر، البطاطس حاجه مهمه جدا في الدايت. هاي ستاتس سكور، يعني هتشبعك جدا وهتلكمك ومش هتحسسك ان انت عايز تاكلي تاني. طيب كده انا اول مثلا هاكل من الساعه 6 للساعه 8، فانا اول ما جت الساعه 6 انا خدت المشروب بتاعي. بعد كده بعدها بنص ساعه انا اخدت الوجبه بتاعتي اللي هي هاي بروتين هاي فاتس لو كارب. بعد كده هريح بقى شويه من الاكل والشرب، واخر الساعتين هاخد واحد مشروب اخضر كمان وبيكون بكميه كبيره شويه. طيب هل اقدر اكل فاكهه في النظام ده؟ تقدري تاكلي فاكهه في النظام ده لو زنقتي قوي، بس يعني مش هيكون كل يوم، مش هيكون اكتر من نوع في اليوم، هو نوع واحد وهنختار انسب وقت ان احنا ناخد فيه الفاكهه دي. هتكون ثمره تفاح، ثمرتين تفاح، تكون بعد الوجبه الكبيره بتاعتك على طول، اللي هي بعد الوجبه اللي هناكلها اصلا بعدها على طول او قبلها على طول. اتفقنا؟ نحاول ما يكونش الفاكهه كل يوم، ممكن يوم بكتير او يومين بكتير قوي قوي في الاسبوع، ونحاول انها ما تكونش بعيده عن الوجبه الكبيره اللي هناكلها. ونحاول على قد ما نقدر، لو قدرنا نعمل ده يبقى انت كده كسبتي الدايت بتاعك وظبطتيه 100%. لو قررتي تاخدي فاكهه يبقى الفاكهه دي هي النشويات اللي هناكلها على الغداء، مثلا، او هي النشويات اللي هناكلها في الوجبه بتاعتنا. مثلا انا نفسي جايباني النهارده ان انا اكل تفاح، فهيكون التفاح ده هو مصدر النشويات اللي هاكله على الغداء. فلو هنطبق ده في الوجبه بتاعتنا اللي هي مثلا هتكون صدور فراخ مع الافوكادو، دي بروتين والدهون الصحيه بتاعتنا، مع اللو كارب اللي هي النشويات اللي هناخدها، هتكون ايه؟ هتكون التفاحتين. قدرتي تعملي كده قدرتي، ما قدرتيش خلاص احنا مش هنموت نفسينا، كلي الوجبه بتاعتك وقبلها بربع ساعه او بعدها بنص ساعه هنبدا ناخد الفاكهه اللي احنا نفسنا فيها. طيب التمرين بقى، احنا عندنا حاجتين نقدر نعملها، حاجتين دي البيرفكت ودي لو انت قدرتي تعمليها اعمليها. وهي لو انا هقدر اتمرن مرتين في اليوم، ساعة الا ربع او نص ساعة كارديو الصبح او في ساعات الصيام بتاعت الصبح، وتمارين الحديد او تمارين المقاومة بالليل. نقدر نعمل الاتنين دول في نفس اليوم، هنا نص ساعة وهنا نص ساعة في نفس اليوم. نص ساعة في ساعات الصيام وانا صايمة قبل ما اكل اقدر اتمرن الكارديو ده، هتبقى حاجه عظيمه جدا. بعد ما اكل طبعا، قبل ما اكل في ساعات الصيام اللي هو الصبح بدري، او اللي هو الصبح عامه، مش اللي هو مثلا انا هفطر الساعه 6 فاروح اتمرن الكارديو الساعه 5، لا انا اقصد بدري. يبقى مثلا في فرق ما بين تمرينه الكارديو ووقت الفطار بتاعك مثلا 5 ساعات، واتمرن المقاومه بعد مكسر صيامي او بعد ساعتين الاكل بتوعي بعدها بساعتين. ده البيرفكت. طيب البيرفكت التاني اللي برضو حاجه كويسه جدا لو قدرتي تعمليها، ان احنا ممكن لو انا ما عنديش وقتين في اليوم ان انا اتمرن على مدار مرتين في اليوم، ممكن نعمل حاجه لذيذه. لو احنا نتمرن 6 ايام في الاسبوع، فنقسمهم 3 ايام هتمرن كارديو الصبح و3 ايام هتمرن حديد بعد الوجبه بتاعتي بالليل. اتفقنا. طب انا مش قادره ولا اعمل ده ولا ده، يبقى نكتفي بتمارين الكارديو بتاعه الصبح. هسيب لكم تحت في الديسكربشن لينك الاسهل تمرين كارديو ممكن تعمليها في البيت. وهي مش كارديو بس، هي مش كارديو فظيع كارديو فقط، لا هي كارديو ومعاها شويه تمارين مقاومه. فهي دي التمرينه اللي هتعتمديها الصبح، بس الصبح
بس اقدر اتمرن تمرينة الكارديو دي لو انا ما عنديش وقت، اقدر اتمرنها بالليل بعد ما اكل او بعد الساعتين بتوع الاكل بتوعي. تقدري بس يكون بعد الاكل بساعتين 3. يعني هي هتجيب نتيجه عادي جدا، هتكون تمرينه افكتيف عادي جدا، ولكن هتكون افكتيف اكتر واقوى لو كانت الصبح. دايت سريع وصحي، والمشروب الاخضر فيه كميه معادن وفيتامينات وحركات هتظبط لنا الدنيا، هتظبط لنا هرموناتك. اوعي تهوني بالدهون الصحيه اللي انا قلت لك عليها، لازم تكون موجوده في وجبتك، عشان دي الصيام بقى هنا هو اللي خلى الدايت ده صحي، المشروب الاخضر هو اللي خلى الدايت ده صحي، التمرين هو اللي هيخلي الدايت ده صحي. طيب اتمرن بشده ايه؟ لو انا بتمرن في الجيم اتمرني بشده متوسطه، مش لازم تحطي على نفسك جامد، لان الشده العاليه باستمرار اصلا مش حاجه حلوه. فاتمرني بشده متوسطه. لو انت بتتمرني في الجيم اتمرني مقاومه من نص ساعه لساعه الا ربع لو انت هتتمرني في الجيم بالليل. لو انت هتتمرني في الجيم في فتره الصيام برضو نفس الفكره، من نص ساعه لساعه الا ربع. لو انت هتتمرني كارديو هسيب لك تمرينه الكارديو بتاعتي في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، يا رب اكون بفيدكم. واللي ما يعرفنيش، انا كابتن داليا، مدرب معتمد من الاي سي سي، واخصائي تغذيه رياضيين وتغذيه علاجيه. و باي.